مساء الفل. النهارده بقى هنعمل ميكس اختراع خطير وجريمه، يعني معرفش تغتفر ولا تغتفر في حق ساليه سكري وحق الفطير المشلتت. النهارده بقى هنغمس الايس كريم بتاع ساليه سكري بالعسل والطحينه، وايس كريم ساليه سكري سكري بالحلاوه والكريمه. هنغمسهم بايه؟ بالفطير المشلتت. جريمه معرفش هيعملوا فيها ايه. جاهز؟ ده اختراعي بقى. عايزين نشوف الاختراع ده بقى ايه. طب ليه مش اختراعي؟ عشان انا اللي فكرت فيه. اتفضل يا عم بقى، خد لك واحده او انا هاخد واحده اهو. دي ايه؟ دي العسل والطحينة. عسل والطحينه. خد بقى حته فطيره. الله، انا وكل. هاكل بيتزا ولا ايه؟ وانا هاكل الاول بالحلاوه والكريمه. لاول مره في مصر فطيره مشلتته مع ايس كريم ساليه سكري بالحلاوه والايه؟ كريمه. وانا يعني بصوا انتوا والطحينة. متخيلين سقعيه الايس كريم مع سخونيه الفطيره والطبقات. بسم الله. مش ممكن. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ انا مش هاخد من العسل، انا مش هاخد من الحلاوة. ومين قالك هديلك اصلا؟ يا نهار ابيض، احساس غريب. انا هاخد واحدة فطيرة مشلتتة لوحدها. يا نهار ابيض، احساس غريب جدا. اقول لكم. فاكرين فيلم محمد خلع لما قالوا هتغمس الايس كريم بالعيش؟ احنا غمسنا الايس كريم بالفطير. لا تحفه. اديني يا باشا العسل، عسل اسود والطحينه. يا يويو، انا مبسوط جدا من الاختراع ده. مع احترامي وتقديري لساليه سكري والفطير المشلتت، بس انا جمعتكم على بعض. بص 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 بص. الله 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 الله. لا دي عايزه اكتر، عايزه اكتر. ما طلعتش فيها قوي يا عم. ها ها ها. بص بقى، حته كده صح كده؟ ايوه صح. رهيبه. حاسس انك انت ايه، جبت العسل والطحينه حطيتهم في الفريزر واكلتهم بالفطيره. احساس غريب مريب، بس حولنا الفطير المشلتت بالحاجات بتاعته ان هو يتاكل في عز الحر وتستمتع وتبقى زي الفل. ايه رايك؟ حلو. تقييمك كام بصراحه بقى للاختراع؟ تلريون من. عجبك الاختراع؟ ماشي الحمد لله. انا تقييمي الشخصي للاختراع تقييمك 10 من 10، ولازم تجربوه وانتوا تقولوا. عشان ده برضو ده راينا وانا صاحب الاختراع، فاكيد يعني ايه، يعني هبقى في كوسه يعني. طيب المره الجايه انا هبقى صاحب الاختراع. ماشي، فكر لنا في اختراع. وسؤال يا استاذ يويو. ايه؟ سؤال. ايه؟ انا سمعتك امبارح. اسمعوا يا جماعه الحكايه دي. من يومين كده كنت انت قاعد قدام التلفزيون ومتنح جدا. وقلت لي ايه؟ بصوا يا جماعه عمل ازاي بالظبط. بابا انا نفسي اقابل تامر حسني واديله بونبوني. يا نهار ابيض. قالها بمنتهى يعني السرحان والحب. فانا قلت له تقابل مين؟ قال لي تامر حسني. قلت له ليه؟ قال لي اديله بونبوني. قلت له بونبوني ليه يا يويو؟ قال لي اصل بحبه قوي 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 يا بابا. قلت له فانا جت في بالي بقى، قلت طب ما نقول لتامر حسني في الفيديو يمكن يشوفنا. لا تامر يا حسني، استاذ يويو عايز يقابل حضرتك عشان يديلك بونبوني، وساعتها هنضطر نجيب لك بونبوني بقى الكبير الكيس ابو 90 جنيه. بيحبك جدا، ما اعرفش ساعتها كان بيشوف فيلم بتاعك ولا ايه، والافلام والاغاني، ودايما بيحب اغانيك وافلامك. فساعدونا بقى، اعملوا شير ولايك للفيديو ومنشن لتامر حسني. يمكن تامر حسني يحب يقابل يويو
وطبعا تامر حسني مستفيد طبعا من الجمهور بتاع يويو، فيشوفوا يكلموا ويويو يكلمه، وهتقول له ايه بقى؟ يجي على البيت نعمل فيديو معاه لقاء. هو يجي على البيت نعمل معاه لقاء؟ ده انت مفتري قوي. ماشي، وتديله بونبوني؟ ولا نعمل له بقى مكرونه بشاميل؟ في الاخر نديله بونبوني. واحده؟ مليون. ده عمره ما قال لي انا كده. ماشي، يا حظك يا تامر يا حسني. خلاص يعني يا ريت يا استاذ تامر يعني ايه بقى؟ ايه؟ لو انت عايز بونبوني كلمنا. ماشي؟ او فلوس. مين عايز فلوس؟ لا ما ينفعش، عيب. تمام. براءة الأطفال. هنستنى، ساعدونا، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب واسكت، ما توديناش في داهية. تمام؟ لا، اشوفكم على خير. وقول له مكان البيت فين عشان لما نعمل هنقول له مكان البيت فين بس يرد علينا. ماشي؟ تامر حسني ما تكسفنيش. يلا باي باي، سلام.